عليكم البنات، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم هاد لي طرونش هادو اللي كيجيو روعه. غندير لكم واحد الجينوازه البنات سبيسيال رائعه، غتعتمدوها بزاف. بالنسبه ليا انا غادي ندير الصينيه اللي فيها 40 على 30، فغنحتاج 5 د البيضات. فصلت الصفار على البياض. عندي 50 غرام ديال الدقيق، عندي 70 غرام ديال سكر سنيده، 70 غرام ديال الزيت، رشه ديال الملح. وانا غادي ندير نكهه الحامض بما انني غادي نديرهم بالحامض، يعني بالنكهه ديال الحامض. هنا البنات غادي ناخذ العجانه، غادي ندير داك بياض البيض، وبطبيعه الحال غادي يكون البيض بحراره المطبخ. غندير رشه ديال الملح، وغادي نخدم العجانه ونخليه البيض ديالي يطلع، ونبقى نضيف السكر بالتدريج. صافي البنات، من بعد ما طلعت البيض ديالي، ها نتوما ابيض البيض. هنا درت ها نتوما ضفت شويه ديال نكهه الحامض على هاد صفار البيض، خلطته شويه بالطراب اليدوي، وغادي نبدا نضيفو حتى هو بالتدريج، ولكن السرعه ما غاديش تكون عاليه في العجانه. هانتوما هكا، ونخليهم حتى يتخلطوا لي مزيان. صافي البنات، الخليط ديالي هو هذا. غنضيف هاد الدقيق على دفعتين صافي، ونبقى نخلط من الاسفل الى الاعلى وفي نفس الاتجاه. انا البول عالي، فجاني عالي باش نبقى نحرك هكا ونصور. غادي نضيف الدفعه الثانيه ديال الدقيق ونخلط انا على راحتي، وعاد نرجعوا باش نضيفوا الزيت. صافي البنات، من بعد ما دخلت الدقيق في الخليط ديالي غنضيف الزيت على 3 ديال الدفعات. الزيت كيكون هو اخر حاجه نضيفوها. نضيف الدفعه الثانيه عفوا، عاد نضيف الدفعه الثالثه. صافي البنات، هذه الصينيه ديالي راني مفرشه لها ورق الزبده، غنفرغ فيها الخليط ديالي. والفران هذا الاثناء راه عندي سخون. المهم انا غادي نفرغ الخليط ديالي ونعاود نتلاقى معكم، لان هذا البول كبير ما خلانيش كيفاش نصور. صافي البنات، غادي نسرحها هكا على الصينيه ديالي كامله. نحاول نقادها باش ما تجينيش واحد جهه رقيقه وجهه غليظه. وكما قلت لكم الفران ديالي في هذا الاثناء راني دايره يسخن على درجه الحراره 180. غندخلها نشعل عليها لتحت ونشعل عليها من الفوق تحمر. ما كتاخذش وقت بزاف، واحد 15 دقيقه هكاك، وكتكون واجده الجينواز ديالنا. هانتوما المهم انا غادي نكمل نقادها وندخلها الفران، وملي طيب نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات، الجينواز ديالي ملي طابت. بالنسبه للكريمه اللي غادي نستعمل لهاد لي طرونش، انا عندي هنا 500 مليلتر ديال الحليب او نصف لتر ديال الحليب. ضفت ليه 75 غرام ديال المايزينا و75 غرام ديال السكر، وغادي نخلطهم مزيان ونديرهم فوق النار حتى يعقد لي هاد الخليط، باش نخليو هاد الخليط يبرد باش نضيفوا عليه الكريم. الجينواز ديالي ها هي البنات من بعد ما طابت، شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي فنه. المهم غنخليها وندوزو نوجد هاد الكريم. صافي البنات، الكريمه ديالي ها هي ملي وجدت. غادي نغطيها بهذا الفيلم اليمونتير يكون متلاصق مع الوجه ديالها باش ما ديرليش واحد القشره، ونخليها حتى تبرد. المهم البنات، ملي هاد الكريمه ديالي بردات، دابا غادي نطلعوا الشونتي. عندي نص كاس ديال بودره الشونتي او 100 غرام، هذيك الكرتونه راه فيها 100 غرام. وغادي نستعمل الحليب اللي يكون بارد مزيان. غادي نستعمل ما نوصلش نص كاس،
ونطلع هذه الكريمه. سمحوا لي، ها نتوما غنبدا نطلع في هذه الكريمه. ها هي الشونتيه البنات ملي طلعتها. نرجع لهذه الكريمه. هذه كريمه الحامض كما شفتوا راني انا دايره هاد لي طرونش بنكهه الحامض. كريمه الحامض البنات راها عندي في القناه، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. غادي ندير واحد شويه لان باش يجينا المذاق زوين. كما قلت لكم كريمه الحامض راها عندي، غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي درت فيه كريمه الحامض وكنت درت فيه المورينغ. المهم غنخلي لكم الرابط باش تدخلوا شوفوه. هنا غنقص من السرعه. درت هذا البول ما طالعش، غنحاول نخدمها الاول هكا عاد. ها نتوما البنات من بعد ما رديتها في هذا المول هذا غادي نبقى نخدمها هكا، وانا كنضيف ليها هاد الشونتي بهذه الطريقه هذه. كل ما كنخدم مزيان نضيف شويه حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي. ها نتوما البنات كنبقى نخلط حتى كنحصل على واحد الكريمه. غندوزو دابا للجينواز. هذه الجينواز البنات قطعتها على 3 ديال الاقسام. والسيرو حضرت سيرو من الماء والسكر، ماشي شي حاجه يعني. وغادي نبقى نبانشي هكا او نسقي الجينواز ديالي. انا راني حضرت الجينواز على 2 مرات باش تعطيني كميه كبيره ديال لي طرونش. نتوما كيبقى لكم الاختيار، ديروا غير خليط واحد ديال 5 د البيضات. ما تسقيوش البنات الجينواز بحال هاد الجينواز هذه رقيقه، ما تسقيوهاش هكا ديروا في شي قرعه ولا شي حاجه وتبقاو تسقيو، ولا غتفزق لكم بزاف. فهي غير هكا، هي اصلا راها رطبه اسفنجيه، ما تحتاجش اننا ما كتحتاج اننا نسقيوها بزاف. صافي وكنجيب الكريمه راه ما كنكثروش البنات بزاف. دائما في لي طرونش راكم عارفين كتكون الكريمه غير واحد الطبقه رقيقه بحال هكا. وهاد الكريمه البنات وحق الله العظيم الا كندوقها دابا رائعه رائعه رائعه، بنينه تاكلوها غير هكاك. يعني هذا الخليط ديال النشا والكريمه الاولى اللي درنا ديال النشا على شونتي على كريمه الحامض، فكتعطينا واحد المذاق رائع. مهم ها نتوما صافي غادي نكتفي بهذا القدر ديال الكريمه، ونجيب الطبقه الثانيه ديال الجينواز نحطها على هذا الشكل. غنحيد لها هذا صافي البنات. عاوتاني نسقي الجينواز ديالي هكا صافي، وندير نفس الطريقه كريمه والجينواز رقم 3. صافي البنات ها نتوما انا غادي نستمر حتى نسالي الطبقه الاخرى ونرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. بالنسبه للكريمه اللي غنضيفو في الطبقه الاخيره قبل الكلاصاج، هذه شويه غنديروها شويه عاليه، يعني ماشي بحال كيما درنا ما بين الطبقات. هذه تكون شويه تهلاو فيها كيف كيقولوا. صافي انا غادي نقادها ونرجع معكم نقاد الكميه اللي عندي كامله، لان مازال كما قلت لكم انا درت 2 ديال لي جينواز اللي درت. صافي نقادها ونعاودو نتلاقى.
صافي البنات، ها نتوما ملي قاديتهم ندخلهم للثلاجه ماكسيموم 7 السوايع او ليله كامله. من الاحسن تخليوهم يجمدوا مزيان باش يتقادوا في التقطاع وباش يتقادوا ملي نديروا لهم كريمه الحامض من الفوق. صافي البنات، هذه الكيك ديالي او الطارت ديالي من بعد ما صافي البنات، ها هي الكيكه ديالي او الطارت لي طرونش ديالنا خرجتهم من المجمد. انا قلت لكم خليتهم ليله كامله، فهنا جبت كريمه الحامض هي اللي غادي نديرها على الوجه، بما اننا درنا النكهه الحامض لداخل في الجينواز وفي الكريمه. هذا غير شي طرف ديال الحامض اللي يمكن درت عصير الحامض. صافي، وغادي نحاول انني نوزعها، غير نخدموا دغيا حيتاش الكريمه ديالنا جامده. انا قلت ندير عليها هاد الكريمه ما عندها جامده باش تشد عليها. هانتوما بهذا الشكل هذا. صافي، غادي نحاول نليسيها نقادها بهذا الشكل هذا. صافي، وندوز انا ندير الاخرى اللي كما قلت لكم راه عندي درت انا جوج ديال لي مورسو بهذا الشكل هذا. هنا البنات غنجيب واحد الموس ديال المنشار وغادي نحاول نقطع هاد الجوانب ما عندها ها مازال متلجه باش يعطيني واحد الشكل زوين. هاد الطروفه غنديرهم في واحد الطوسيل. هنا البنات جبت هادو متوفرين عندكم ديروهم، الا ما متوفرينش ماشي مشكل. وغنحاول ناخذ بيهم العبار ديال شحال غادي نقطع. انا راه كنقطع فيها البنات، هي راها متلجه. ها نتوما هكا باش كتساعدكم وكيجيكم لي طرونش زوينين، مع شي عوجين ولا شي حاجه. قطعوها وهي متلجه. ها نتوما البنات، الا عندكم هادو خذوا بهم العبارات، الا ما عندكمش بقاو تعبروا جوج ديال الصبعان وقطعوا. راكم عارفين البنات لي طرونش راه كيمشيو صغار ما كيمشيوش كبار. المهم انا غنكمل التقطاع لكلشي الحبات اللي عندي ونعاود نتلاقى معاكم. البنات من بعد ما قطعت الحبات ديالي عطاوني 2 4 6 8 10 12 حبه اللي عطاوني. المهم انا هادشي علاش ضاعفت المقادير. عندي هاد الشوكولا هادي غادي نحاول ندير بها واحد الخطوط. المهم انا ما غنديرش قدامكم لان ما غاديش يتقاد لي. ها نتوما ندير بها واحد الخطوط بهذا الشكل هذا كتزيين. يمكن لكم تذوبوا الشوكولا وديروها، لان انا لا جيت نزوق هكا. المهم غادي نحاول ندير معكم وحده. ها انتم داك هادشي علاش ما بغيتش نصور وانا كنزوق. صافي غنزوقهم كاملين ونعاودوا نتلاقاو ونشوفوا الشكل النهائي. صافي البنات، هذا الشكل النهائي ديال لي طرونش ديالنا. شوفوا كيفاش كيجيو. كما قلت لكم التزموا غير بالنصائح، ما خليوهم يباتوا ليله كامله، وملي تقطعوهم قطعوهم وهما جامدين. ديروا لهم الكلاصه ديالهم سواء بالحامض ولا الفريز ولا اي حاجه بغيتو ديروها ديروها. المهم قطعوهم وهما جامدين باش كيجي الشكل ديالهم زوين. ما كيجيش راه لا قطعتوهم وهما ماشي مشبرينش راسهم ما كيجيوش زوينين. وقطعوهم يكونوا رقاق ما يكونوش غلاظ. وبالنسبه ها نتوما البنات شوفوا راهم كيجيو يعني بارك عليهم عاليين. هادو هما لي طرونش باش معروفين ما كيكونوش عاليين بزاف، كيجيو رائعين البنات. المهم انا واخا شويه الفيديو طويل ولكن راه عطيتكم جميع النصائح باش تستافدوا منهم ان شاء الله. اما المذاق ما نقول لكمش، فهما جاو رائعين. والكريمه اللي استعملنا في الوسط كلشي جا زوين. غادي نقسم معكم تشوفوا راهم باقي ما بردوش ماشي ما بردوش ما سخنوش يعني وليو بحراره المطبخ، ولكن راه هكا كنظن ان احسن من الا خليتوهم يعني ما خليتوهم يجمدوا. شوفوا البنات هذيك الجينواز اللي عطيتكم راه غير ديروها بعينيكم مغمضين زوينه. كتجي فنه. لعبوا بها كما بغيتوا، راه ما كتهرس ما حتى شي حاجه.
المهم هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم تستافدوا منه. ما تنسونيش بلي لايك والاشتراك في القناه، ونقول لكم بسلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله من وصفات ام نادر باذن الله.